السلام عليكم وفيديو جديد ومباراة النادي الأهلي وسان جورج الإثيوبي. مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي في مستهل مشواره الأفريقي بحثا عن النجمة ال 12، وإن النادي الأهلي يرفع الكاس للمرة ال 12 في تاريخه، وعشان الجيل اللي موجود ده يكتب إنجاز تاريخي في تاريخ النادي الأهلي المليء بالبطولات والإنجازات. نبدأ تشكيلة المباراة بتاعت النهاردة. كان الشناوي قدامه ربيعة وعبد المنعم، هاني ومعلول قدامهم مروان وديانج، وقدامهم إمام. الثلاثي الهجومي كان تاو وكهربا والشحات. النهارده عايزين نبدا ونتكلم عن دور كل لعيب في الملعب النهارده، وان الحمد لله بنطمن على حسين الشحات اللي هو من اهم واميز اللعيبه اللي بتمتلك اداء فردي في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيمتلك لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، لكن اللعيبه اللي بيمتلكوا حلول فرديه ومهاره فرديه عاليه قليلين في مصر كمان، مش في النادي الاهلي بس. وحسين الشحات وزيزو يعتبروا من احسن اتنين عندهم مهارات فرديه وبيعرفوا يوجدوا لنفسهم حلول في الملعب. النهارده حسين الشحات بيقدم مباراه مميزه جدا 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 في المهاره وفي الاداء الفردي، وفي ان لعيب حتى لو المباراه متقفله بيعرف يوجد لنفسه حلول. النهارده الفريق الاثيوبي كان فريق محترم جدا، فريق منظم جدا جدا، لكن من وجهه نظر الشخصيه اللي كانت عند الفرقه دي هو حارس المرمى كان ضعيف الى حد ما. ولكن الفرقه دي كانت بتعتمد النهارده قدام النادي الاهلي على الهجمات المرتده او كمان على جبهه محمد هاني اللي كانت هي مفتاح اللعب عند الفريق الاثيوبي في الشوط الاول من المباراه. الشوط الثاني لما بدا شفنا ان مفيش اي خطوره من الفريق الاثيوبي، ودي كمان اللي كانت مشكله عند النادي الاهلي في الشوط الاول، اللي انت فريق هو اللي مقفل، هو اللي راجع لورا. انت زيد واعمل زياده عدديه وهاجم بكل اللعيبه بتاعتك، مفيش اي مشكله، لان اللعيبه او الفرقه اللي قدامك ما عندهاش الامكانيات ان هي تقدر تنزل الكوره على الارض وتلعب قصاد النادي الاهلي، ان هم يجاروا النادي الاهلي في اللعب بمعنى اصح. ولكن وجهه نظري ان التخوف اللي كان عند كولر النهارده من سرعات الفريق الاثيوبي. ولكن الشوط الثاني الكلام ده كله اختفى، وابتدت تظهر المساحات اللي موجوده بين الاثنين السيرد باكات اللي عند الفريق الاثيوبي، والنادي الاهلي قدر يستغل الموضوع ده بشكل كويس جدا. ولكن النهارده عايز اتكلم على كهربا. مش عايز حد يهاجم كهربا، لكن كهربا من اللاعبين المميزين جدا في النادي الاهلي، وكان كهربا من احد الاسباب المهمه في تتويج النادي الاهلي بكاس مصر وكاس السوبر ودوري ابطال افريقيا. تمام. ولكن النهارده كهربا ما كانش موفق وما كانش في يومه، وان شاء الله يرجع اقوى واحسن من النهارده بكتير جدا، لان احنا عارفين ان مستوى كهربا عالي جدا. نيجي عند بيرس تاو. وبيرس تاو عندي تعليق صغير بالنسبه لكولر. لو بيرس تاو كان مصاب كنت افضل ان انت ما تبداش بيه النهارده. مش ده بيرس تاو اللي احنا عارفينه، وبصراحه مش ده بيرس تاو بتاع مباراه المصري. حسيت النهارده ان بيرس تاو مش قادر يجري، ما عندوش كل الحلول اللي موجوده عنده. مش ده بيرس تاو اللي عنده سرعات، اللي بيعرف يقطم ويشوط. لا، بيرس تاو من وجهه نظري الشخصيه الاصابه كانت مؤثره عليه، وما كانش حل مناسب خالص ان انا ابدا ببيرس تاو النهارده، وانا عندي حلول كتيره بره على الدكه. تمام. نيجي عند اللعيب اللي من وجهه نظري الشخصيه هيصنع موسم تاريخي مع نادي الاهلي السنه دي، هو امام عاشور. امام عاشور لعيب متميز جدا جدا جدا، وهو يعتبر من اكتر اللعيبه اللي كان النادي الاهلي محتاجها في الثلاث سنين اللي فاتوا. امام عاشور اول ميزه مهمه جدا عنده ان امام عاشور بيعرف يلعب برجلين الاثنين. تمام. يعني لعيب رقم 8 بيعرف يلعب برجليه اليمين وبيعرف يلعب برجليه الشمال، فدي ميزه انت محتاجها. ثانيا وده الاهم، امام عاشور لعيب شويط جدا جدا، وكمان رجليه حلوه على الجون، وبيعرف يختار التوقيت اللي يسدد فيه على المرمى. ودي حاجه انت كنت محتاجها بالمناسبه في ماتشات كتير قوي متقفله، وكان النادي الاهلي بيواجه مشاكل كبيره جدا، لان ديانج كان هو اقرب لعيب في خط نص النادي الاهلي اللي هو في التسديد. ولكن انت مع امام عاشور بتوجد حاجه مهمه جدا، وهي ميزه موجوده في امام عاشور النادي الاهلي بيستغلها وكولر بيستغلها. في فكره ايه؟ ان مروان عطيه، عمرو السوليه، حمدي فتحي، ديانج، كل الاسماء اللي انا ذكرتها لك دي كانت لما تيجي تنقل الكوره من نص الملعب الدفاعي للنادي الاهلي لنص الملعب الهجومي، كانت عن طريق حاجه من الاثنين: يا اما التمريرات، يا اما ان اللعيب يخلي الكرة في رجله ويزيد هو لقدام، او يعمل هو الزياده العدديه لقدام، يا اما التمريرات القصيره في نص ملعب النادي الاهلي اللي هي كانت لا تغني ولا تسمن من جوع من وجهه نظري. لكن امام عاشور الميزه اللي موجوده عنده واللي طبعا بعض الجماهير لاحظتها، ان امام عاشور يقدر من نص الملعب يعمل تمريره يضرب بيها خط دفاع المنافس تماما. تمام. وده اللي شفناه في جول حسين الشحات الثاني. امام عاشور لاعب متميز جدا، وكمان انت شفتها في مباراه المصري في هدف بيرسي تاو الثاني. امام عاشور لعيب عينيه حلوه جدا جدا في الملعب. تمام.
ولكن وجهة نظري إمام عاشور لسه عنده أكتر من كده بكتير. يعني الأداء الهايل اللي من وجهة نظري الشخصية يتقاسم جائزة رجل المباراة النهارده مع حسين الشحات، ولكن إمام عاشور لسه عنده أكتر من كده بكتير. واللي عاجبني أكتر إن اللعيبة مدخلة إمام عاشور في المباراة، أو بمعنى صح اللعيبة خدت على إمام عاشور بسرعة وخلته خلاص موضوع الرهبة والخوف اللي كان موجود عنده من الجماهير، او طبعا الاسترس اللي كان حاصل بينه وبين جماهير نادي الزمالك، راح. وامام عاشور ابتدى ان هو يطلع قدراته الفنيه ومهاراته الفنيه اكتر واكتر. تيجي عند النهارده نقطه مهمه جدا جدا في مباراه النادي الاهلي وسان جورج. النهارده احمد عبد القادر بينزل بديل، وبنشوف ان احمد عبد القادر اخيرا الحنكشه بتاعته دي بتيجي بفايده، ان هو بيعرف يشوط على الجون وبيسجل هدف. طب هتقول لي ليه احمد عبد القادر ما بقاش يمرقص كتير زي ما كنا بنشوف، وان هو بقى ايجابي اكتر على المرمى وكل الكلام ده؟ هقول لك لسبب بسيط جدا. لان بعد الصفقات اللي النادي الاهلي عملها، سواء امام عاشور، موديست، رضا سليم، النادي الاهلي بيقول للعيبه كلها اللي مش هيلعب او مش هيأدي في الملعب كويس ملوش مكان. تمام؟ فده يخلي اي لعيب يفكر مليون مره قبل ما يتدلع في الملعب. وده اللي حصل النهارده، ان احنا بنشوف كل لعيب بينزل. ابتدي بقى من مباراه المصري، تمام؟ من اول مباراه المصري ومباراه سان جورج الاثيوبي النهارده، اي لعيب نزل في اي تبديله مموت نفسه في الملعب. تمام؟ ليه؟ لان كل لعيب عارف ان في دلوقتي مكانه لعيب واثنين. يعني هو ممكن يقعد دكه عادي تماما وخلاص الموسم الانتقالات اتقفل، فانت هتقعد دكه وزميلك هياخد مكانك. فلا، انا عايز اطور من نفسي، عايز احسن من قدراتي. فتمام؟ فمن وجهه نظري الشخصيه احمد عبد القادر بيثبت نفسه، لان خلاص عرف ان في حد ممكن يجي ياخد مكانه. تمام؟ رضا سليم هيخلي اللعيبه كلها تتنافس والمنافسه تشتعل اكتر بين لعيبه النادي الاهلي على المكان ده تحديدا. تمام؟ بالنسبه لكولر عامه، وجهه نظري الشخصيه النهارده اتعامل مع المباراه بطريقه عاليه جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا لسه في بدايه الموسم. على فكره كولر كان يقدر ان هو يهاجم اكتر ويجازف اكتر ويضغط الفريق الاثيوبي ويعمل هجمات مكثفه وعرضيات وكره من نص الملعب والكلام ده كله. لكن الفكره ان انا خدت اللي انا عايزه من المباراه، سجلت 3 اهداف، انا اللي مسيطر، انا اللي مستحوذ، انا الاخطر على المرمى. ومن وجهه نظري الشخصيه ما كانش فيه كوره خطيره على النادي الاهلي في الشوط الثاني الا الغلطه اللي عملها حشناوي، ولكن غير كده مفيش. فليه انا اجازف؟ ليه اخلي لعيبه من لعيبتي تعمل التحام عنيف فاخسر لعيب في بدايه الموسم؟ انا لسه عندي بطولات كتير بنافس فيها. فلا، انا وجهه نظري الشخصيه ان كولر تعامل مع المباراه باجاده شديده جدا، في فكره ان انا قدرت اخد اللي انا عايزه من المباراه. جربت اللعيبه بتاعتي كلها، حتى اللعيبه اللي على الدكه لما نزلت ادت، زي احمد عبد القادر صنع هدف جميل جدا في مباراه المصري، والنهارده بيسجل هدف جميل جدا كمان. فانا مطمن على اللعيبه اللي معايا كلها داخل دوري ابطال افريقيا، باللعيبه بتاعتي كلها جاهزه. مطمن على اللعيبه كلها حتى داخل الدوري المصري. عرفت مين الناس كلها النادي الاهلي، عرفت ان انا نازل الموسم ده ناوي ان انا احصد كل البطولات. فبصراحه شابو كولر ماشي بخطى ثابته جدا جدا مع النادي الاهلي. بالنسبه للعرض اللي اتقدم لكولر، كولر مستحيل يقبل اي عرض دلوقتي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لسبب بسيط جدا. كولر متوفر له كل حاجه في النادي الاهلي. اي لعيب كولر بيطلبه النادي الاهلي بيجيبه له. تمام؟ ثانيا وده الاهم، كولر عارف ان هو بيسطر تاريخ مع النادي الاهلي. تمام؟ ثالثا وده الاهم، كولر لو راح الدوري السعودي عارف ان هو مش هيبقى حتى من ضمن الاربعه الكبار، فبالنسبه له ان هو مش هيعمل حاجه. لكن هنا في مصر او مع النادي الاهلي بياخد دوري ابطال افريقيا، بياخد الدوري، كل دي بطولات بتحسب للمدرب. غير كده كمان النادي الاهلي محقق له كل اللي هو عايزه. تمام؟ دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، وتحليل مباراه النادي الاهلي وسان جورج الاثيوبي. نلقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه.